أهلا وسهلا. هو احنا مهم نتعلم؟ طبعا مهم. انت مش شايفة او انت مش شايف التطور اللي حوالينا بيحصل، السريع، التغيير المستمر اللي احنا حتى مش بنلاحق عليه، الظروف اللي في البلد او في البلاد كلها اللي كل شوية عمالة تبقى بحال بتتغير، بتبقى بحال تاني مختلف تماما. كل شوية حاجة بتطلع، حاجة بتنزل. احنا فين؟ احنا محتاجين نتعلم كل يوم حاجة جديدة، حتى ولو صغيرة قوي، حتى ولو معلومة واحدة بس، حاجة بسيطة جدا كل يوم عشان نفتح مداركنا ونوسع عقلنا ونزود خبراتنا. بالتالي ده هيتنقل على ممارساتنا وسلوكياتنا وعاداتنا وطباعنا وكل حاجة. التعلم مهم جدا، انك تتعلم كل يوم حاجة بسيطة وتمارسها. تقرأ جملة جديدة، تتعلم مهارة جديدة، تتعلم أي حاجة جديدة كل يوم، حتى ولو جملة واحدة بس، حتى ولو حركة واحدة بس. أي حاجة أيا كان، رياضة جديدة، فن جديد، كتاب جديد، فيديو جديد. مش لازم مقالة جديدة، جملتين جداد، جملة واحدة جديدة من أي حاجة، من أي حتة تناسبك أنت. طب أنا هتعلم إزاي؟ هتعلم بالطريقة اللي تناسبني أنا هتعلم بطريقتي. أنا بحب قراية الكتب اللي بتطلع معلومات، إنما في حد غيري ما بيحبش الكتب، بيحب يقرأ روايات. أوكي، في روايات دلوقتي كتيرة جدا بتطلع معلومات. شوف النوعية اللي بتحب تقراها واقرا فيها. ما بتحبش تقرا اصلا خالص، في فيديوهات، في اوديوز، في كتب مسموعة، في حاجات تتعلمها بالايد، زي الرسم، زي اعادة التدوير، زي اي حاجة انت ممكن تتعلمها. رياضة جديدة، مهارة جديدة، كل حاجة متاحة تتعلمها وتعرفها دوس فيها، ما توقفش. وخصوصا لو انت قابل ان انت تتعلمها وعندك شغف واوكي بالنسبة لك ان دي تدخل حياتك، ده هيوسع عندك مداركك ودماغك، وهيوسع اخلاقك كمان. هيحصل فيه كده مرونة، هيحصل كده فيه قبول لحاجات كتير انت مش واخد بالك منها. المهم التعلم يبقى كل يوم، حتى ولو بحاجة بسيطة. ما تستهونش، ما توقفش، علشان انت تتطور وتتغير زي ما الكل حواليك بيتغير. اتفقنا؟ سلام.